انا جيت المكان الجميل ده النهارده علشان انا واقع في مشكله. قررت ان انا ابيع عربيه من عربيات البيت عشان مشيت كتير، الرينو كادجار. انا دلوقتي في معرض الليسي وجاي علشان ابص بصه على الرينو اوسترال واخدكم في جوله نكتشفها سوا. هل ابدل الكادجار بيها ولا اعمل ايه؟ لان انا محتاس. تم تقديمها سنه 2022 في معرض باريس موتور شو. ايه فايده المعلومه دي ولا اي حاجه؟ تنزل في السوق المصري باربع فئات مختلفه. الفئه اللي معانا دي هي الفئه الرابعه، البين اسبري، علامه تبع الرينو بتعمل سيارات رياضيه من قديم الازل. فقالوا ايه، اتمحكوا كده، قال لك اديها واحد البين يمكن الناس تشتري. ما يميز العربيه الالبين استخدام لون الشادو جراي في الشبكه، نفس الكلام في الاكسدامات، والجنط ال20 بالالبين اول ما تلبس بيه مطب هيتكسر كسره التنين من هنا اهو كده. الاوسترال بتنزل بقى بموتور 1300 سي سي تربو، 150 حصان و250 نيوتن، توصل على فتيس سي في تي. بروكسيميتي كده خيالني، كل ما اقرب تفتح وابعد تقفل، مش عارف العربيه كأنها ملبوسه. الكنتاره مع خياطه زرقاء، والخياطه زرقاء هنا برضو، وعلم فرنسا في الخياطه. ما يميز بقى الكراسي بتاعه الاوسترال كهرباء، فيها تسخين وفي مساج. ده غير كمان ان هي فيها ايزي اكسس، اول ما تفتح الباب الكرسي يرجع لك ورا عشان تعرف تقعد لو انت مثلا متعشي في حجوجه او حاجه، كرشك بيدقر في الدركسيون. الرينو دايما بيزعموا ان العربيه الاوسترال فيها شاشه 21 بوصه، لكن طبعا دي حركه استهبال شويه. لما تفتح بقى الكلام ده هتلاقي ان هم شاشتين منفصلين، واحده 12 بوصه واحده 9 بوصه. بس ده احنا كده بنستعبط لان في فتحه تكييف هنا. ما ينفعش ابقى ساكن في بيت مثلا وعندي تلفزيونين 50 بوصه فاروح اقول للناس ان انا عندي تلفزيون 100 بوصه، يعني ننقل الكلام. فيها كاميرا خلفيه اهو، تحديد صندوق تروس. انا مش عارف، انا حاسس بلعب بلاي ستيشن. ايه الاصوات دي؟ مالتي سنس ده بيغير لك وضعيات زي كومفورت، ايكو، سبورت، درج النضاره. انت بتعمله كده، لو بصيت هنا هتلاقي في مرايه علشان تقدر تشوف العيال بتوعك، ودي طبعا ممكن تبقى مفيده جدا للمدام عشان تقدر تبقى متابعه حركه الاولاد ورا، اللي بيقشط اللي بيرجع، يعني الحاجات دي. الرينو الاوسترال بتنزل مصر باربع فئات. اول فئه فيهم 1,535,000، واعلى فئه فيهم بتنزل ب1,955,000. نجيبها ولا ما نجيبهاش؟ وهل نجيبها زيرو ولا نشوف واحده مستعمله ماشيه كسر زيرو على دوبيزل او حاجه عجباني؟ بس مش مشكله تعجبني، دي عربيه البيت، فلازم المدام هي اللي تقرر. انا مجرد ATM.